السم في العسل وكلام البليلة ونهائي رد الاعتبار. الموضوع كبير يا جماعة، تابع الفيديو النهاية يا صاحبي علشان تعرف ايه الموضوع بالظبط. الاهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا. تفتكروا هيبقى من نصيب مين؟ نتمناها اهلاوية طبعا، ولكن ربنا يستر. ما قبل المعركة وكلام هام للغاية. خلينا بس في البداية نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. مواجهة الوداد المغربي سهلة جدا طبعا بالنسبة للاهلي، احسن بكتير قوي من مواجهة صن داونز اللي هو صاحبي كسبنا 5 ده، فاكره؟ فتبقى بالفقاقة كده مواجهة الوداد المغربي اللي هو صعد على حساب صن داونز اللي كسبنا يا صاحبي 5 ده اسهل بكتير. يا صلاة العيد، منطق غريب بصراحة. وكمان كابتن بندق قال لك مالكش حجة يا معلم، ذهاب واياب والدنيا جميلة وحضور جماهيري، يلا بقى اكسب. صح يا كابتن، والله العظيم بجد شابوه ليك، بس معلش في الاول بس ما انت كنت صعدت انت للنهائي الاول وبعد كده هتنصح بقيه الفرق. انا ليه بقى بدات الفيديو بتاع النهارده بالطريقه دي او بكلامي على كلام البليله او كابتن بندق عامه او الكلام اللي داير حوالين الاهلي والوداد، وان الوداد سهل بالنسبه للاهلي من صن داونز؟ لان يا صاحبي عايز اوضح لك بس مساله بسيطه جدا. السم في العسل. ايه هو السم في العسل؟ مبدئيا هو ما بياكلش معانا، هو يا صاحبي باختصار شديد بتوع الزمالك او بتوع البليله زي ما انت عايز تقول قول يعني، بيقولوا لك ان الوداد سهل، يلا اتفضل اكسبه، علشان لما تكسبه يقول لك اهو بطولة ضعيفة واتحسبت لك، ولو خسرت بقى انت يا شيخ ما عرفتش تكسب البطولة السهلة. بالك انت لو الزمالك هو اللي بيلعب النهائي ده كان كسبها بمنتهى السهولة يعني. احنا بس عايزين نوضح لهم في البداية اوصلوا انتوا وبعد كده يا سيدي يبقى حاولوا تكسبوا. نركن بقى كل كلام البلاد ده على جنب ونركز على ماتش النهائي، نهائي دوري الابطال يا جدع، نهائي دوري الكبار بين الاهلي المصري والوداد المغربي. عايز اقول لك بقى الوداد اللي هما بيقولوا عليه سهل قوي ده هو واخد بطولتين على حسابك انت. هو اصلا معاه كام بطوله يا صاحبي؟ هو معاه 3 بطولات، منهم بطولتين 2017 و2022 بتاعت السنه اللي فاتت على حسابك انت، يعني تلتين بطولاته على حسابك انت كنادي اهلي. بس ما تقلقش، الكابتن ربع عبد العال قال لك ان الاهلي اقوى بكتير والاهلي هيفرم الوداد. الوداد سهل جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما قلنا من شويه نركن كلام البلاد ده على جنب خالص. عايز اقول لك يا صاحبي ان الوداد المغربي فريق غامض جدا حرفيا يا زمانه، ما تعرفش تحط ايديك على تفاصيل طريقه لعبه. انت مش عارف هو بيلعب ازاي، دفاع ده ولا هجوم ولا هو بيعمل ايه بالظبط، انت ما تفهمش. وعايز اقول لك برضو ان هو عنده خط دفاع يعني استغفر الله العظيم يا رب، حاجه كده انت فاهم، الرخامه اللي هي الخام دي عارفها انت. وعايز اقول لك كمان ان هو عنده اسلحه هجوميه خطيره جدا بالنسبه ليك انت كنادي اهلي، لان انت كنادي اهلي عندك مشاكل في اسلحته الهجوميه دي. ايه هي؟ عنده الكرات الثابته بيلعبها بطريقه تخوفك، تخوفك، وكمان العرضيات بتاعته بتبقى خطيره جدا. وعايز اقول لك بقى ان تسديدات الفريق اللي بيقولوا عليه سهل ده فريق الوداد بتبقى بتشكل خطوره كبيره جدا جدا جدا. كمان يا صديقي عايز اوضح لك بس حاجه مهمه، استحملني معلش في الفيديو بتاع النهارده ده فيديو ما قبل المعركه، لان لازم اقول لك المشاكل اللي موجودة عندنا والإيجابيات اللي عندهم علشان بكرة يعني ربنا يسترها. عايز اقول لك اوعى تنخدع بان الاهلي بيلعب كورة ممتعة جدا 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 مع كولر، وفريق الوداد بالنسبة له هيبقى سهل وهنخلص الماتش من عندنا هنا من القاهرة. انسى الكلام ده خالص يا زمالة، اركنه على جنب. لان يا صاحبي باختصار شديد جدا النهائيات ما تعرفش يعني ايه كورة ممتعة. النهائيات بتبقى عايزة الفريق اللي بيخلص. انا ممكن في ماتش النهائي ده افضل ادافع ال 90 دقيقه ولكن اخطفك في كوره واحده اجيبها جول، خلاص كده البطوله بقت بتاعتي. وكلنا طبعا نفتكر ماتش القاضيه ممكن، ونحاول نركن الفرحه بتاع القاضيه على جنب ونفتكر احداث المباراه. هتلاقي ان الزمالك في الماتش ده كان اخطر بكتير جدا من الاهلي. الزمالك في الماتش ده لعب حرفيا كوره ممتعه، انت كنت قاعد كجمهور اهلي، انت كنت قاعد طول الوقت مقلق وخايف لا الزمالك هو اللي يكسب، ولكن موسيماني والاهلي عملوا او مشوا بسياسه انتش وجري او اخطف
واجري. انا هدافع يا باشا قدامك طول الماتش، انا هخطفك في كوره واحده بس اخلص الدنيا، انا كسبت بطوله. فانت بقى العب كوره ممتعه براحتك، ولكن في الاخر مين عرف يحط القضيه؟ هي دي مربط الفرس. علشان كده يا زمالة انا جاي النهارده اقول لك علشان تعرف تكسب الوداد زادت دفاع الصلب جدا، فمطلوب امسك ورقه وقلم كده معايا واكتب. مطلوب اولا من مستر كولر تامين الدفاع بشكل جيد جدا جدا جدا، مش عايزين ندخل فينا اهداف، وكمان نلاقي طريقه نخترق بيها الدفاع الصلب ده. هو ان شاء الله باذن الله هنعرف نخترقه، ولكن انا اقصد في اسرع وقت من المباراه، لان احنا عارفين فرق شمال افريقيا كل ما الوقت بيعدي الدنيا معاهم بتبقى لذيذه قوي. بص يا صاحبي باختصار محتاجين هدفين او ثلاثه على الاقل هنا في القاهره، لان انت لما تطلع بره القاهره ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل، وانت فاهمني وانا فاهم وهم بتوع الوداد نفسهم فاهمين انا اقصد ايه. طيب احنا ممكن نعمل ايه بقى يا احمد في كل الهري اللي انت قلته ده؟ سهل يا باشا وبسيطه جدا. مستر كولر اصلا اهم ما يميزه هو انه بيعرف يعمل ضغط عالي كويس جدا على الخصم او على الفرقه اللي بتقابله. بس كده يا باشا مصر، انا مش عايز منك اكتر من اللي انا قلته ده، عايز ضغط عالي على فريق الوداد، لان فريق الوداد في حاله الضغط العالي ده بيحصل له لا مؤاخذه هزه في الركب شويه. ما تزعلش مني، بص يا سيدي اقصد بيحصل له ارتباك شديد جدا لما بتعمل عليه ضغط عالي على خط النص بتاعه او على خط الدفاع. وكمان عنده قلبين دفاع على الله حكايتهم، اخطاء فرديه بالعبيط، لا بجد اعبط منك انت بكتير. فمن هنا بقى يا صاحبي من موقعي هذا من على الكنبه الحلوه دي بقول لك ان الاهلي بكره ان شاء الله لو بدا طريقة لعبه او بدأ المباراة بضغط عالي وتسديد كتير وتمرين كويس جدا 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 على الكرات الثابتة وتأمين الدفاع، فاحنا كده ان شاء الله بإذن الله نكسب المباراة. طيب جميل قوي الكلام اللي انت قلته ده يا ابو حميد. تيجي بقى نتكلم في تشكيلة النادي الاهلي. يلا بينا يا باشا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى شوبير في حراسة المرمى. ايه ده في ايه يا احمد؟ ايه تقل كده؟ مصطفى شوبير مين يا عم؟ الشناوي؟ لا وانا ما قلتلكش بجد والله ما قلتلكش، مش الشناوي متصاب يا عم. الشناوي غايب عن ماتش بكره، واللي هيبدا لا اما علي لطفي لا اما مصطفى شوبير، وانا ارجح او من وجهه نظري يعني الافضل هو مصطفى شوبير. طيب نيجي بقى لقلبين دفاع. محمد عبد المنعم طبعا ومحمود متولي. ظهير ايسر علي معلول طبعا لا غنى عنه. محمد هاني ظهير ايمن، ولكني افضل خالد عبد الفتاح، لكن كولر انا عارف ان هو هيبدا بمحمد هاني. طيب خط نص بقى يا صاحبي طبعا حمدي فتحي، مروان عطيه، على ما اعتقد اليو ديانج، مع اني افضل ان يكون السوليه مشارك في المباراه بتاع بكره، يكون موجود في خط نص النادي الاهلي علشان بس عنصر الخبره. حلو كده يا باشا، حلو جدا. نيجي بقى لخط الهجوم، خط اللي ان شاء الله باذن الله هيبسطنا كلنا بكره. حسين الشحات طبعا بيرسي تاو الناحيه الثانيه طبعا. وفي خط الهجوم المكهرب الكهروب حبيب قلبي كهرباء الفولت العالي. وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يعمل ماتش كويس ونقدر نكسب 2 او 3 علشان نروح هناك في كازابلانكا، يكون الموضوع بالنسبه لنا سهل وبسيط، ونقدر ان احنا ناخذ بطارنا بقى من الوداد، لان زي ما بقول لك هو محقق تلتين بطولاته القاريه على حسابك انت. فانت ان شاء الله باذن الله النهائي ده ما يجليش منك، ان شاء الله باذن الله النهائي ده يكون بتاعنا، البطوله دي تكون بتاعتنا. فنرمي بقى توقع كده في اخر الفيديو ان شاء الله باذن الله 2-0 النادي الاهلي باذن الله يا رجاله، على خير ان شاء الله بكره نجيب الوداد في شوال. سلام.